هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا بكم مرة تانية في عالية جيمنج، والنهاردة فيديو جديد قررت اجمع لكم باقة الدراسة. وهو طبعا علشان خاطر ناس كتير قوي زعلت ان هو في التحديث كده الابديت بتاع حل المشاكل اللي نزل امبارح بالليل، كانوا عملوا لنا في القسم بتاع الدريمي سيل، حطوا فيه الحاجات بتاعة الباك تو سكول، يعني العودة للمدارس، والباقة اللي احنا بنحلم بيها اللي هي كانت الباقة دي للأسف غالية جدا ب150 كوين، وهما منزلوش كوينز مجانية تاني، فاحنا معناش كوينز نشتري. والخدع اللي هي كانت بتاعة التكرار بتاعة العملات دي في بعض الأحيان بتبوظ اللعبة وتهنجها، فأنا بصراحة منصحش فيها. تمام، فانا قررت ان انا هجمع لكم الباقة دي بشكل مجاني 100%. انا مش عارفة اذا كانت شبه الباقة ولا لا، بس حاولت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناة، ويلا نبدأ. واول حاجة دلوقتي هنروح على قسم الباقة، وهنقلب هنا بالشكل ده كده لحد ما نوصل لاخر 3 دول، وبتختاروا اويند اللي هي اخر واحدة، وهتقلبوا في الباقات. هنا الباقات اللي المفروض ان احنا خدناها، وبتاخدوا الباقة دي بالظبط علشان هناخد منها حاجات مهمة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هعمل لها ريست وهاخدها تاني، والبوكس بيوصل لكم بقى في الشارع ده. يلا نفتحه عشان نشوف هناخد منه ايه. واو يا جماعة، بجد انا عايزه اقول لكم الباقه دي مهمه جدا انكم تاخدوها. واول حاجه معانا اللانش بوكس ده، عايزه اقول لكم رهيب، من احسن اللانش بوكسات اللي موجوده في افاتار. ايه رايكم؟ مش عارفه اذا كان شبه اللي في الباقه ولا لا، بس ده بجد احلى لانش بوكس واحسن واحد انه يتجاب عشان الباقه. ودلوقتي معانا الشنطة دي، ممكن تستخدموها، بس انا هشوف لكم شنطة تانية غير دي. احنا عايزين الشنطة دي نفتحها كده علشان ايه؟ ترى هنا بقى المقلمة دي ممكن تستخدموها، او في مقلمة تانية برضو هجيبها لكم احلى من دي. احنا عايزين دي. ايه رأيكم يا جماعة؟ النوت بوك دي بجد حلوة قوي، مش عارفة اذا كانت نوتة ولا ايه، بس هي كراسة حلوة قوي يا جماعة، وبجد بنصح فيها، وهي احسن واحدة علشان خاطر الباقة. والبوتل برضو ممكن تستخدموها، بس انا هشوف لكم برضو واحدة احلى من دي. ويلا بينا علشان نكمل بقية الباقة. ودلوقتي يا جماعة ما بقيت التجميعة بتاعت الباقة بتاعتنا. ايه رأيكم؟ لا بجد ايه رأيكم؟ بصوا بقى، دول مهمين جدا وحلوين قوي للباقة. بصوا المقلمة دي، طبعا تقدروا تختاروا يا اما المقلمة دي يا اما المقلمة اللي كانت في البوكس اللي موجود فيه الكراسة دي زي ما انتوا شايفين اللي احنا جبناها من شوية، او دي. واللي مش عارف دول بتوع ايه، فدول من اسرار التحديث اللي فات، اللي هو التحديث بتاع المهمة السرية في شارع السان رايز الجديد ده اللي كان مفتوح لنا السنة دي، فده من الاسرار بتاعته. ايه رأيكم؟ فبجد المقلمة دي بالاقلام بالكتاب ده او الكراسة دي تحفة قوي بجد للباقة بتاعتنا، فهنحطهم في الصندوق بتاع تجميعات الباقة. ويلا بينا علشان نشوف اللي بعده. تيجوا هنا في قسم الباقات وبتقلبوا، والمرة دي بتختاروا اويند بس اللي مكتوب عليها AW Pass، وبتختاروا April، وتدا احنا محتاجين اخر باقة دي بالظبط، فهتعملوا لها كليم اهو. بعمل لها ريست واخدها تاني. هي الباقة وصلت اخيرا، يلا نفتحها. ونفتح الباقة كده بسم الله. الله، اول حاجة بنلاقي الشنطة دي في وشنا، فاحنا بقى هنا بقى في مفاجأة تانية. استنى، انا عايزة الشنطة. ايوه نوسع البوكس ده كده. تمام، ترى كراسة تانية. ايه رأيكم بقى في الكراسة دي؟ بصراحة احس اللي كانت معايا دي الاولانية احلى، بس طبعا انتوا عشان مثلا ممكن ما يكونش عندكم واحدة من دول فتبدلوا بالتانية. ايه رأيكم؟ هناخدها برضو معانا علشان خاطر مهمة جدا، وتقدروا تاخدوا الشنطة والتليفون والتفاصيل دي كلها. الجاكيت مش حاساه احلى حاجه ولونه مش لطيف فمش هاخده، وبرضو حاسه المقلمه فيها حاجات كده كتير قوي فشكلها مش طريف. القلم برضو نفس الحكايه، بس انا اخده الباقه عشان دي. البرايه دي مفيش منها خالص في المدرسه، فانا اخدت الباقه علشانها. يلا ناخد البرايه
ونقفل بقى المقلمة دي ونحطها في البوكس، ويلا على اللي بعده. ودلوقتي هنروح على البنك، ومن اول مكتب هنا هتاخدوا الكالكوليتر دي، ممكن تجيبوها من المدرسة او من هنا البنك، بس انا بفضل البنك علشان خاطر هنا اقرب وما افضلش ادور بقى في الفصول. هي شكلها مش ظريف زي في الباقة، بس علشان خاطر دي اقرب حاجة ليها. ويلا بينا على اللي بعده. ودلوقتي هنروح على المدرسة، وبتيجوا هنا في المدرسة على مكتب المدير، وهتاخدوا الفايل ده او مش عارفة الكشكول، مش عارفة ايه ده بصراحة، بس هتاخدوه عشان كان موجود في الباقة. بتاخدوا ال3 دول عشان حلوين قوي. تعالوا كده نشوف المجلات اللي هنا. ما كانش فيه في الباقة مجلات فمش هناخدها. خلينا نشوف هنحتاج ايه تاني من غرفة المدير. مساء الخير حضرة المدير. تمام، حلو قوي كده. احنا محتاجين من هنا دي، هنحتاج برضو علشان خاطر الباقة هنحتاج مش فاكرة ده كان اسمه ايه، الكالندر، او بمعنى اصح البتاع اللي بيورينا التاريخ هناخده. ممكن ما يكونش في الباقة بس انا هاخده احتياطي، مش عارفة دي موجودة ولا لأ، بس ما اعتقدش فمش هاخدها. يلا بينا نشوف اللي بعده. ومن الدور التاني في المدرسة هناخد البوتل دي والبوتل دي عشان شكلهم كيوت قوي ومناسبين للباقة. وتقدروا برضو لو مش عاملين السر بتاع السيكرت اللي هو في التحديث اللي فات، ممكن تستبدلوهم بالمقلمة دي، ومن فوق هنا تاخدوا البوك دي او النوت بوك دي. ويلا بينا علشان نشوف اللي بعده. دلوقتي احنا في المدرسة برضو هنخش الغرفة بتاعة الموسيقى علشان نجيب الشنطة، ويلا بينا. وكده نكون وصلنا الفصل، وهناخد من هنا الشنطة دي او الشنطة دي، انهي احلى؟ واكتبوا في التعليقات انهي شنطة احلى للباقة، رقم 1 او رقم 2. انا هاخد الشنطتين لان هما بجد حلوين قوي، بس افضيهم الاول. لو انتوا مش عندكم الباقة الحمراء اللي كان فيها الحاجات اللي لونها احمر اللي جت في المدرسة، ممكن تاخدوا البراية دي العادية اللي موجودة هنا. وناخد بقى كده الشنط دي كده، ليه الشنط مليانة حاجات كده. ويلا بينا على اللي بعده. ودلوقتي جيت على مصمم بيت كواي، لان الباقة كانت في بيت كواي، علشان برضو هصمم لكم المكتب. ايه رأيكم في المفاجأة دي؟ مش بس الحاجات، لا كمان المكتب. ودلوقتي هنفتح المصمم بتاعنا، وهنفتح دي كده بالظبط، وهنجيب بقى بقية الأدوات. بعد كده هنبتدي شغل في المكتب. وهنختار بقى بيت الفيلا، وبتختاروا تين روم. بصوا هنا برضو في ادوات حلوة قوي للباقة ممكن تستخدموها لو عايزين. ومن هنا بقى انا هاخد الاضاءة اللي هي دي، شايفينها مكان الاضاءة اللي هي كانت موجودة، عشان كان في اضاءة كده مش لاقية زيها. وهاخد اللابتوب ده، ايه رأيكم؟ حلوين ولا لأ؟ وبرضو هنا في ادوات حلوة جدا تستخدموها، والقلم ده برضو كيوت قوي فهاخده علشان احطه في المجموعة بتاعت الاقلام. ويلا بينا نبتدي شغل في المكتب. ودلوقتي هوريكم ازاي هتصمموا مكتب شبه اللي موجود في الباقة، يعني بطريقة مش عارفة اذا كان هيكون شبهها ولا لأ، بس هو بنحاول علشان خاطر تكونوا مبسوطين. ويلا بينا. واول حاجة بنختار يونيك او النجمة، وبنختار جيمنج كورنر. ومن جيمنج كورنر هنختار الكرسي، طبعا هنغير الالوان بس الاول هنزل لكم الحاجة. ودلوقتي هنختار جيمنج كورنر، وكمان هنختار الترابيزة بتاعته وهنحطهم بالشكل ده بالظبط. ودلوقتي على اللي بعده. ودلوقتي هنختار الشقة او ابارتمنت، وهنختار شوب، وهنختار الرفين دول علشان شبه اللي في الباقة قوي، وهنحطهم كده. وبعد كده هرتبهم واوريهم لكم. ويلا بينا نكمل ونشوف اللي بعده. ودلوقتي جينا على بيت كواي علشان خاطر لازم بالتأكيد نجيب منه حاجات. ودلوقتي هنختار من بيت كواي ليفينج روم، وبتقلبوا كده وبتختاروا، لا مش هنا، سوري يا حلوين،
كانت تقريبا في الكيتشن. خلينا نشوف. ايوه، تختاروا الاضاءة دي بالظبط لانها كانت موجودة في الباقة فبتاخدوها، وكمان بتختاروا دي علشان خاطر هي شبه حاجة كانت في الباقة. فيلا نشوف اللي بعده. وبنختار ابارتمنت تاني بس بنختار لوبي المرة دي، وبنختار دي علشان دي اللي هي كانت حاطة عليها التقويم والحاجة. ودلوقتي بتختاروا بيت كواي وبتختاروا ليفينج روم، وبقى من الليفينج روم بتختاروا السجادة دي وكمان السجادة دي وكمان في سجادة تالتة. ومن الليفينج روم بتختاروا برضو دي علشان كانت موجودة في الباقة وحاجات تانية. وبتختاروا باث روم وبتختاروا الزرعة دي. ويلا على اللي بعده. ودلوقتي هنختار من الليفينج روم بنختار الزرعة دي. ودلوقتي هرتب وهشوف لو في حاجة ناقصة هقول لكم عليها. ومن الليفينج روم بتبدلوا السجادة الفراولة اللي جبناها بالسجادة الرينبو دي، وكمان بتجيبوا الإضاءة. بصوا دي حطوها علشان خاطر انا حطيتها وبس كده. دلوقتي انا رسيت المكتب وظبطت الحاجة. انتوا مستعدين عشان تشوفوه ولا لا؟ 1 2 3. ايه رأيكم؟ عجبكم ولا لا؟ بتمنى من كل قلبي ان هو يكون عجبكم لاني بجد تعبت فيه قوي. وطبعا الحاجات اللي موجودة هنا تقدروا تجيبوها من مكتب المدير. ايه رأيكم؟ بجد انا مبسوطة جدا ان انا عملت المكتب الحلو ده معاكم. طبعا لسه في حاجة ناقصة. يا ترى مين عارف ايه الحاجة اللي ناقصة؟ اكتبوا بسرعة في التعليقات بدون غش ايه اللي ناقص، واللي هيقول صح انا يعني مش عارفة انا هعمل ايه، بس اهو اكتبوا التعليقات وخلاص. 1 2 3. اليونيفورم دي الحاجة الوحيدة اللي ناقصة في الباقة. انا وعدتكم ان كل حاجة في الباقة هجيبها لكم بشكل مجاني على قد ما اقدر، فطبعا ما نسيتش اليونيفورم وهجيبه لكم دلوقتي. ويلا بينا نشوف ازاي هنعمل اليونيفورم. ودلوقتي هنروح على المحكمة. ودلوقتي في المحكمة هناخد من الراجل ده كده التيشيرت بتاعه. اتفضل يا فندم الحاجة بتاعتك، ونسيب بقى ده هنا، وهناخد التيشيرت دي ونحطها معانا. ويلا على اللي بعده. ودلوقتي هنروح محل الوردة، ومن هنا كده هتاخدوا السكيرت دي وهنحطها معانا كده في البوكس بتاعنا. يا ربي ايوه كده. ويلا بينا على اللي بعده. ودلوقتي هنروح على المطار، ومن البنت دي هناخد منها الجاكيت بتاعها. نقلعها كده، لابسه حاجات كتير قوي. نقلعها الجاكيت ونحطه معانا في المجموعة بتاعتها. بصوا يا حلوين، البنوتة دي لابسة بجد تي شيرت كيوت قوي، ممكن تبقوا تستخدموه في بيجامات او كده. لو عايزيني اعمل لكم تنسيقات بيجامات مجانية اكتبوا في التعليقات، وان شاء الله في فيديو كده هعمل لكم تنسيقات بيجامات مجانية. ويلا بينا على اللي بعده. ودلوقتي هنخش في الباقات وهنختار قسم الجيفتس، وهنختار 2024 اللي هي الهدوم بتاعت 2024. وبتختاروا limited drops او limited drop يعني عموما بتختاروا vol 1. نعمل له كده ونعمل له claim. يلا بينا ناخد الصناديق كده، وهنختار الصندوق ده. الصندوق ده يا حلوين المفروض انه تاني صندوق لما بتفتحه. وهناخد منه الشوز الكيوت قوي دي، وكمان هناخد برضو السوكس ده عشان كيوت قوي. ويلا على اللي بعده. وهناخد من محل كواي التوكة دي هناخدها معانا. وبس كده دي النتيجة النهائية. اكتبوا في التعليقات تدوا النتيجة النهائية كام من 10. وبس كده، باي باي.